ايه رأيكم نرجع بالزمان شوية ونروح المكان ريحته بتحكي قصص وألوانه بتحكي تاريخ. احنا النهاردة في خان الخليلي، قلب مصر القديم، وواحد من أجمل الأماكن اللي بتجمع بين الأصالة والتراث. بس استنوا، الحلقة دي مختلفة لأننا هنوصل بين عبء التاريخ ده وحاجة مودرن جدا. هنشوف ازاي التراث ممكن يلهم الموضة ويبقى جزء من كل قطعة بتتصنع بحب وشيك. يلا بينا. يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيكي في شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. خان الخليلي هو واحد من اقدم واشهر الاماكن في القاهرة، وتحديدا في حي الحسين. الخان ده معمول من أيام المماليك حوالي سنة 1382 على إيد الأمير جرجس الخليلي، وعشان كده اتسمى باسمه. المكان ده مش مجرد سوق عادي، ده حتة من روح مصر، وكل شارع فيه بيحكي حكاية من تراث والتاريخ. لو رحتوا خان الخليلي بصوا حواليكم، الشغل اليدوي، النحاس، التحف، الكفتانات اللي مليانة بتفاصيل شرقية. خان الخليلي مش مجرد مكان، ده مصنع إلهام. الحرفيين هنا بيرسموا تاريخنا من سنين. كل قطعة هنا ليها روح وقصة، وده اللي ألهمنا في رودانيا ستايل لما فكرنا نعمل خط جديد. عارفين إن الكفتان الشرقي ليه مكانة خاصة في قلب كل بنت بتحب الستايل والأناقة والرقي؟ احنا في رودانيا ستايل حبينا نعمل كفتانات بلمسة عصرية، بس في نفس الروح الأصالة اللي بنلاقيها في خان الخليلي. مصممة الأزياء بتاعتنا اشتغلت على تصميم الكفتانات دي بكل احترافية. كل تفصيلة من القماش للطباعة معمولة عشان تبرز جمالك بطريقة مختلفة. لو عايزة تشوفي بنفسك قد ايه احنا مهتمين بكل تفصيلة، يبقى لازم تتعرفي على برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل. من خلاله بنقدم لك فرصة انك تكتشفي من الكواليس وتشوفي ازاي الافكار بتتحول لقطع فنية. وده مش بس بيثبت احترافيتنا، لكنه كمان بيوريكي قد ايه الشغل مرتبط بتراثنا وثقافتنا. احنا في رودانيا ستايل مؤمنين ان الموضة مش مجرد لبس، الموضة حكاية بتبدأ من اماكن زي خان الخليلي وبتمتد لحد ما تبقى جزء من حياتنا اليومية. كل قطعة من تصميماتنا بتحمل جزء من روحنا وتراثنا. خليكي جزء من الحكاية واختاري رودانيا ستايل. في النهاية خليكوا فاكرين ان كل حاجة بنقدمها في رودانيا ستايل ليها قصة وليها روح. الحكاية عندنا دايما بتبدأ من الإلهام وبتكمل بالإبداع، وبتوصلك انت في الآخر بشكل يخليكي مميزة وفريدة. استنوني في سلسلة حلقات خان الخليلي، وخلي بالكم انه بس خان الخليلي، لسه في حكايات جاية كتير. بس في خان الخليلي هقول لكم أكبر عدد من قصص الكفتانات اللي عند رودانيا ستايل واللي مستلهمها كلها من الأصالة والتراث، مع قصص جديدة وحلقات تانية كتير وكتير من التفاصيل اللي بتخلي الموضة أكتر من مجرد ستايل. خليها حكاية مع رودانيا ستايل. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومات جديدة عن خان الخليلي. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هوايتنا وثقافتنا، وبجد أنا مستنية رأيكم في المعلومة، وهل كانت مفيدة لكم ولا لأ. وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك وعلى الانستجرام @rodaniastyle، وعلى الويب سايت www.rodaniastyle.com. وافتكروا دايما life is party dress like it. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.
stop.